الراجل ده المفروض يتعدم كمان كام يوم، مع ان في ادله كتير جدا على براءته. خليني اشرح لك الكلام عليه. روبرتسون محكوم عليه بالاعدام من اكتر من 20 سنه بتهمه قتل بنته نيكي اللي كان عندها سنتين ساعتها، والتهمه لبسته بسبب كذا حاجه. اولهم ان الضابط اللي حقق معاه قال ان ما ظهرش عليه اي مشاعر لاب حزين على بنته اللي لسه ميته، لكن اللي محدش كان يعرفه ساعتها ان روبرتسون اصلا عنده توحد ومش بيعرف يعبر عن مشاعره، لدرجه ان الضابط اللي حقق معاه بقى متاكد من براءته وراح له السجن عشان يتاسف له بنفسه. Let me just say I am so sorry that you're here and so sorry that you're still here. Yes, sir. تاني حاجة كانت ان الدكاترة ساعتها اللي شافوا الاعراض اللي ظهرت على بنته قالوا ان سبب الوفاة هي متلازمة الطفل المهزوم، يعني انه قعد يهز الطفلة لحد ما مات وما كانش فيه اي تفسير تاني. الفكرة بقى ان في 2018 ظهر صندوق ادلة كان ضايع فيه الاشعة المقطعية لبنته، والدكاترة دلوقتي بيقولوا ان الاشعات تثبت ان نيكي ماتت بسبب التهاب رئوي حاد ما كانش متشخص، وكان عندها كمان مرض نادل بيعمل جلطات في الدم. والقرار كله دلوقتي في ايد حاكم تكساس اللي يقدر يوقف الاعدام اللي المفروض يتنفذ يوم 16 اكتوبر، يعني كمان كام يوم. والسؤال بقى، تفتكر الراجل ده مظلوم فعلا؟